رجعنا لكم في كلام الناس. كانت معنا زوجة الشهيد شكري بالعيد بسمة الخلفاوي. أيضا معنا اليوم رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب الحداثي، صاير ولاد أحمد الشاعر والمثقف التونسي، حمزاوي مدامين وكلاي بي بي جي اللي مش يحكوا لنا على ايش صار معاهم في الشارع نهارين التالي. وبدينا حوارنا مع المفكرة والأديبة ألفة يوسف. مرحبا بك مرة أخرى. مجالك أنت الكتابة في المطلق، لكن في الأيام الأخيرة وليت الكتابة على الفيسبوك، علاش؟ مش فقط على الفيسبوك، هي ما زلت نكتب زادة، عندي مشاريع ان شاء الله ربي يسهل فيها، لكن الكتابه على الفيسبوك تمكنك من التواصل المباشر مع الاخرين، وهذه حاجه ممتعه جدا، لانه في لحظه تنجم تعرف ردود الفعل، لانه الكاتب كيف يكتب في نهايه الامر ينتظر رد فعل مهما يكون، ايجابي سلبي موافق ناقد معدل، وهل السرعه نتاع المعلومه والسرعه نتاع رد الفعل، لا سيما انه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي من ابرز مجالات التعبير وتبليغ الفكره والمعلومه والطرفه وجميع طرق الخطاب ومقاماته وانواعه، اصبحت اليوم ضروريه ولازمه، ونعتقد انه لابد من الاندراج فيها ايضا للوصول الى اللارج بيبليك، الى الجمهور الاعم، خاطر مش الناس كل تقرا الكتاب لسوء الحظ. اخر حاجه كتبتها على الباج نتاعك، افتى احدهم بعدم جواز سفر المرأة بين المدن التونسية إلا بوجود محرم، ولما كان كثير من القدامى يعتبرون العبد محرما فقد قررت أن أتخذ أحد الغلمان لمرافقتي في السفر بين سوسة وتونس للعمل، أرجو أن يرضى علي سيدنا الشيخ. بقي حكم السيارة، أرجو منه أن يدلنا على نوع السيارات التي كان يركبها الصحابة حتى لا نأثم بالخروج على السنن، وجزاه الله خيرا. قبل ما تجاوبني على سؤال، مش نسأل ونحب نعمل دورة فيسبوكية على الحضور، عندكم الحق تستعملوا جيم، جو بارتاج، جو بلوك، ولا جو سوبريم. صغير اللي قالته ألفة. أنا جو بارتاج. علاش جو بارتاج؟ أولا لكي تصل المعلومة إلى الآخرين وإلى مستعمل الفيسبوك، سواء اتفقوا معها أو لا، لكن في هذا السياق بالتحديد يعني هذا نص أو مساج في كثير من الأدبية ومن السخرية، ويبين أن لا نعيش في نفس العصر نحن وهؤلاء الشيوخ. رياض. جيم، جو بارتاج، ويعطيك الصحة ألفة، خاطر ألفة اللي تكتبوا ضروري. مدامين. نقرا وكا كيف والله كيف عندك لا جيم لا بارتاج لا بلوك لا سوبريمي، هذاك نعملوه في الفيسبوك. لا ما انا اسمع سورتو با نبلوكي ولا سوبريمي، لا مستحيل. في الفيسبوك نشوفوا حاجه باهي سي بون باهي، بارك الله فيك ربي يعينك. السؤال، فما ربط بين فتوى احدهم وسيدي الشيخ، والربط فيه نوع من التحامل حسب رايي، ليه؟ من حقك باش تقرا كما تحب يعني زار، هي راهو كما قال الصغير القصد منها هو السخريه، البعض قد ينفض الى هذه السخريه، البعض قد لا ينفض اليها، والقصد هو بيان هل الاناكرونيزم هذايا، هل البعد الزماني في التمسك بشكليات لا علاقة لها بالمقاصد التشريعية العميقة، لا علاقة لها بالجوهر الروحاني للدين، واللي في الآخر توصلنا لما يسمى بطرق مسدودة، أنه في نهاية الأمر مهما فعلنا لا يمكن أن نعيش التاريخ، لا يمكن أن نعيش الماضي، كل واحد يعيش الواقع متاعه. صحيح باعتبارنا مسلمين، أتحدث بالنسبة إلى المسلمين، المسلمين ثقافيا والمسلمين دينيا، أعتبر روحي مسلمة دينيا، هنالك مقاصد تتجاوز الزمان والمكان، هنالك جوهر للنص يتجاوز الزمان والمكان، لكن الخصائص الزمانية مش ممكنة، كما المثال اللي ذكرتم بكري وأنا نحكي مع أرملة الشهيد، يعني الحديث متاع الرسول اللي فيه المطعون الذي طعن بخنجر أو بسيف يعد شهيدا، ما ننتظروش أن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم المضروب بالرصاص، شيء طبيعي لأنه وقتها الرصاص ما كانش موجود. يعني من غير المعقول أن نسقط على زمننا شكليات ما عندها حتى علاقة بجوهر الدين، والهدف منها التعسير على الناس، والهدف منها الرياء أساسا. بعيد عن البوست نتاعك اللي فيهم النوع من السخرية السوداء هذه أو نوع من هذا القبيل، ألفة يوسف صورة
المرأة المسلمة غير متحجبة تحكي على الدين، تكتب، تحلل في مسائل فقهية، هذا يخلي المعارضين ليك ينقدوك ويعنوا أنك نشاز في هذا المجال. ديما نعاود نقول من حقهم باش يعملوا اللي يحبوا. أنا أعتقد أني قبل ما نكون امرأة أنا إنسان، وقبل ما نكون تونسية أنتمي إلى هذه البشرية، والبشرية هذه خاطبها الله تعالى بقوله يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. ما عطاش صك معين وإلا رخصة معينة للناس دون الناس في الحديث في الدين. اقرأ كي قالت المقصود بها جميع الناس وإن وجهت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في نهاية الأمر اللي قاعد صاير توا كما نتحدثوا على البريفاتيزاسيون تاع المؤسسة، احنا تو في عهد الخصخصة بامتياز، فما ناس يحبوا يخصخصوا الدين أيضا، فيصبح الدين حكرا على ناس دون ناس. والخصخصة نتاع المؤسسات علاش تعاملت هي؟ تعاملت للربح، لتمكين صاحب المؤسسة من الربح. نفس الشيء خصخصة الدين تمكن بعض الناس من أن يربحوا، سواء المال، واحنا نراو الناس هذوما اللي يتصوروا أنه الدين خاص بهم هما فقط قاعدين يربحوا في أموال طائلة ويبيعوا حتى في الفتاوى عبر الSMS وهذا نشوفوه في شاشات التلفزيون، أو ربح السلطة. شبيك شخص اللي يولي يتكلم باسم ربي واللي وسيط بينك وبين الإله، يعني يمكن أن يسكتك، يمكن يقول لك التظاهر حرام شرعا حرام، يمكن أن يسلط عليك ما شاء من العقوبات لأنه يتصور أنه مثل الله في الأرض. فأنا إنسان توجه إلي الله بالخطاب لكي أجتهد وأقرأ، قرأت، لا أجبر أحدا باش تبعني، ولا قلت أنا نمتلك الحقيقة، أنا نعطي رأيي، هذا حقي، لن أتنازل عن الحق الذي أعطاه الله تعالى لي بأن أقول حقي ولو كان الثمن حياتي. فيما عدا ذلك نعجب ما نعجبش، فما ناس توافق، فما ناس ما توافقش، فما ناس يريحها كلامي، فما ناس ينرفزها، هذه مشاكل العباد اللي تقرا فيها مش مشاكلي أنا. اسمك موجود في قائمة بعيد الشر عليك، موجود في الأسماء اللي موجودة بعد شكري بالعيد اللي بعده معناتها. أولا ما نقولش بعيد الشر، خاطر أنا في تصوري للإيمان اللي يجي من عند ربي كله باهي. هذا هو جوهر الإيمان، هو الاستسلام، هو أنك تقبل بكل ما يأتي من الله تعالى، على خاطر مؤكد أنه في حكمة إيجابية في الآخر. فما حتى حد يموت ناقص عمر في الدنيا هذه. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وقت لا ربي يقدر لي باش نموت تو نموت، وإذا كان ربي ما قدر ليش باش نموت تو ولا على يد غادرة وآثمة ما نموتش. ولهذا فإن إيماني بالله هو اللي يخليني ما نخافش من الناس هذوم. أنا نتكلم ونقول اللي باش أنا مقتنعة به واللي نحب نقوله، وفي نهاية الأمر تبقى هذه الأمور أمور قائمة على تصورات وهمية، لأن الناس هذوم مش يحبوا يعملوا، يحبوا في الآخر يغرسوا في الناس الخوف، يتصوروا أننا نخاف الموت في حين أن الموت لا يخيف. شو الموت معنا تو، احنا في كل لحظة قاعدين نموت وقاعدين نقتربوا من الموت، يعني الموت ما يخوفش، بالعكس. كلام جميل. أنا مش نقترح عليكم مجموعة من الصور. اللعبة اسمها لو كان عملا فنيا، سميه لو كان عملا فنيا. تنجموا تستعملوا اسم مسرحية، اسم فيلم، اسم لوحة، كتاب، تخترع اسم. هذه المهم اسم تاع عمل إبداعي فني. نبدأ بالتصويرة الأولى معك سي صغير. هذه الصورة لو كان عملا فنيا. الأعمال الكاملة للشيطان. رياض. النفاق. مدامين. على غالب ما ميد ان تونيزيا. كلاي. بدون تعديل. ألف. فما كتاب نتاع فيلسوف ألماني معروف حلو ياسر اسمه لي فونكسيونير دو ديو، الموظفون عند الله. ما يعترفش بيك البشير بن حسن ويعتبرك كلامك ضلالة. حتى مشكل إذا كان ولا هو يحدد الضلالة من الهدى، في حين أن الله تعالى في كتابه الحكيم يؤكد أنه الوحيد العالم بمن ضل ومن اهتدى. خليه يقول لي أنا على ضلال. إذا كان هو يحب ياخذ موضع الله ويتموضع في موضع الشرك ويحكم على شكون ضال ومهتدي، خليه يتفضل يقول اللي يحب هو. أنا لا هو كفقيه يقول أنك لا تفقهين شيئا في الدين. شوف يجب يقول لي يحب، هو المشكل لازم نتفقوا على حاجة.
وهذا راهو مش كان في المجال الديني، حتى في المجال السياسي ولا غيره. راهو السيد هذاك يقول حاجه كما انا كما اي شخص، لا تمثل الا ذاته، لا تمثل الحقيقه. وهذاك علاش قلت لك حتى حد ما يتكلم بسم الله تعالى. هو كفقيه من عينه ليتكلم بسم الله؟ عنده صك، عنده ورقه. الوحيد الذي ارسله الله خاتم الانبياء، سبق برسل وانبياء، وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بوفاته انقطعت العلاقه البشريه بين الانسان وبين الله. فهذا السيد يمكن ان يدلي بدلوه، كل واحد يجم يعطي رايه. وقتاش يولي مشكل مش في انك تعطي رايك ولا تعمل حزب ولا تعطي مسرحيه ولا تعمل الغناء تاع راب. المشكل وقت اللي تتصور انه رايك هو الحقيقه. وهذا المشكل الكبير اللي موجود مع الناس اللي يحبوا يتاجروا بالدين، انهم يكذبوا على العباد ويوهموهم انهم ظل الله في الارض. بما ان المشكله الاساسيه في الوجود البشري هو الخوف من الفراغ. سنتولد ما يفهم شيء في حياته وسيرحل، يتساءل بين هذا وذاك، يتساءل. يجيك شخص يقول لك انا نعطيك الجواب، الشخص الاخر ما يجمش يعطيك الجواب حتى يلقى حل لروحه ويلقى جواب لروحه. ونعطي مثال باش نقرب شويه للمشاهدين. يعني انسان يجي، انا نتصور نمشي على سي بشير بن حسن، نقول له افتي لي في كذا وكذا. افتي لي سي بشير بن حسن، توفيت وقفت قدام ربي، كيف باش يسالني يا ربي؟ باش نقول له انا قال لي البشير بن حسن؟ تو معقول هذا؟ يعني من غير المعقول ان يتحمل شخص عنك مسؤوليتك. في نهايه الامر كل شخص مسؤول. الحريه اللي عطاها لنا ربي هي حريه مسؤوله. حتى الشيطان وقت ما حبش يسجد للانسان، الله تعالى ما اجبروش على السجود، كان يجب يجبروا على السجود، ما حبش تسجد تحمل مسؤوليتك. كل شخص حر ويتحمل مسؤوليته في اطار القانون الذي يجمعنا. اذا كان نوصل لهذا فتشوف قداش نرتاح. والله سهله برشا، ما غيرش العباد ما تحبش تفهم وكاو. هذا من باب زاد استشاره اولي الامر منكم، معناتها موجود. اولي الامر منكم فيها خلافات. اولي الامر ساعه اولا في التفسير عندها معاني متعدده. هناك من يجعلها خاصه بمن يولي الامر يعني السياسي، وهناك من يجعل ولاة الأمور أشخاص معينين وجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورحلوا. وهذا ترجع للطبري وترجع للزمخشري وترجع تلقاه. يعني حتى أهل الذكر، أخي توا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاش ما يرجعوش لابد يقرأوا القرآن والتفاسير؟ أهل الذكر هذه المذكورة ما عندها حتى علاقة في تفاسير القرآن الكل. ونتحدى أي واحد يجيب عكس هذا، بمعنى الأشخاص اللي هما وسطاء بينك وبين الله، لأن الإسلام ما فيش وسط. الآية هذه جات في إطار أنه ثم ناس كانوا يكذبوا بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول لهم اسألوا أهل الذكر من النصارى واليهود الموجودين وقتها اللي سمعوا بأنه سيأتي يوم فيه نبي اسمه أحمد، اسألوهم تو يقولوا لكم راهو بالحق باش يجي الرسول هذا. يعني ثم برشا مغالطات. المغالطات هذه أنا ما تقلقنيش، على خاطر في نهاية الأمر الإنسان يجب يخطئ. مش الخطأ اللي يقلقني وقت اللي يولي الناس يتاجروا بسم الله. هذا اللي قلقني برشا برشا برشا، لا فقط من المنظور الروحاني ولكن أيضا من المنظور السياسي وما ينتج عنه من تاريخ نعرفوه دموي، سواء عند المسيحيين ولا عند اليهود ولا عند المسلمين، واللي ما عنده حتى علاقة لا بجوهر الإسلام ولا بجوهر المسيحية ولا اليهودية ولا أي توجه روحاني موجود عند البشر. وهل البشير بن حسن تاجر وشنو ربح؟ شنو ربح؟ تتصور أنت ما ربحت شيء؟ لا نسأل. لا ما نعرفش. تعرف السيد هذايا القالوص نتاعو، كنا نتكلموا بكري على السيارات اللي كانوا يركبوهم الصحابه، الموكب اللي يمشي فيه كيف انه على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. تتصور انه بعض الناس اللي عندهم نوع معين من انواع العصاب ما يمتحهمش ويسعدهمش انهم يكونوا هما ظل الله في الارض. تشبيك راه الانسان يتكلم يحدد للناس شنو اللي لازم نعملوا شنو ما يلزموش يعملوا، على ليميت هكا نجم نقبل. اما وصلنا ناس تحدد شكون باش يدخل الجنه وشكون باش يدخل النار، ويقول لك هذاك كافر وهذاك مش كافر وهذاك ربي باش يغفر له وهذاك ما يغفرلوش. هذا في قمه الشرك. انا توا يوما بعد يوم قاعده نفهم اكثر علاش ربي في القران يؤكد انه الشرك اكبر الكبائر وانه الذنب الوحيد الذي لا يغفر. الشرك مش في عباده الاصنام، تو ما عادش نعبدوا في الاصنام، الشرك في عباده الناس هذوما. الصوره المواليه سي صغير، لو كان وجدي غنيم الداعيه وجدي غنيم جاء لتونس وكثر عليه برشا الكلام، لو كان عملا فنيا شو نسميوه؟
ثم كثير من الأعمال شبه له ما هذا ضد الفن أصلا. القالوا عمل فني. عنوان؟ لا عنوان. رياض. ما نجمش يكون عنده علاقه بالفن والابداع. يعني إيه لو كان عمل فني فيلم شو نسميه؟ شو تسميه؟ اخترع اسم اذا تحب. فيلم دو سيانس فيكسيون، فيلم رعب، هذا مش فيلم معناها، هذا معناها كي نعرف معناها نرجع الثقافه العربيه الاسلاميه معناها محطات مستنيره، وجماعه هذوما معناها يحبوا يوخروا بينا الماضي، ما نجمش معناها اور بريف، خارج الموضوع. خارج الموضوع. مدامين. ما هو جيل القبة هذا هكا ولا؟ جيل القبة. هاي نتذكر زاد سمعته فاش يهر دونك ما نجم هو عمل فني معناها. عمل فني. تواتيه كان المطرقة. مطرقة على الاخر. كلاي. فيها كسر دوك الريش. كيفاش؟ فيها كسر دوك الريش. فيها كسر دوك الريش. على خاطر بالرسمي من اللي جا ونحن نتكلموا عليه، جا ومشى ربي يعينه، هو مصر ولا شكون بلاد. الجريمة الخفية. علاش؟ على خاطر كيف يجي شخص ويدعو إلى قتل الناس ويدعو إلى التناحر ويدعو إلى بث البغضاء والكراهية، فإن هذه جريمة دنيوية، جريمة بالقوانين اللي موجودة، وجريمة بالشرائع السماوية. كيف يجي شخص ويدعو إلى القتل وإلى التناحر وإلى البغضاء بسم الله، فأن تولي أيضا جريمة دينية. هذاك علاش قلت لك هو دعوة إلى الجريمة. صحيح أنك رفضت باش تعمل معه مناظرة؟ صحيح. علاش؟ تهربت؟ خفت؟ لا، ما هيش مسألة خوف. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما جادلت جاهلا إلا غلبني. ونقولوا احنا بالتونسي الحلو نتاعنا: العب مع النخالة فرفشوك الدجاج، والنفس نفسك وانت طبيبها، وين تحط نفسك تصيبها. الصورة الموالية سي صغير بحر جلاسي لو كان عملا فنيا. كتاب فرويد 5 دروس في التحليل النفسي. رياض. والله العظيم تصور جبتوهم، ربي يهديكم. مريض نفسي وخطر داهم على الشباب التونسي، ورجعة معناها الفكر الرجعي بأتم معنى الكلمة. المريض رغما عن أنفه موليير مثلا. لا ميم با معناها في موليير والمريض رغم عنه فما افق، مع هذا ما فما حتى افق. هذا مين؟ بون برشا ناس سمعتهم يحكيوا عليه هو مبعول شويه، فهمني بالحق. لا بالحق سمعت الحكايه هذيا، انا باش نعمل فازه سامباتيك شويه، باش نهدي له فيلم، باش نهدي له معناها انا اللي باش نهدي له اعمال فنيه، فهمتني؟ اعمال فنيه زاد ادري كيفاش. لو طون دان اوتون، تيتانيك، كل قصص الحب عرفتهم الكل، نهديهم له الكل، تا هوليود زاد. كلاي هذا اللمبي والله اللمبي ما نهديلوش عمل فني، نهديله فرويد ولاكان وميلاني كلاين مع بعض، ثلاثة مطالب سياسية باسم الدين، بزواج القاصرات. أنا سمعته يحكي، مناسبة باش نحيي الصديقة ميا على خاطر عرفت كيفاش تتحدث معاه في رأيي المتواضع. سمعته يحكي، والمؤسف أنه يعني توظيفه حتى لقراءة الدين ولقول الله تعالى: واللائي لم يحضن، وقتها حكى معاه قال لك واللائي لم يحضن معناها الصغار، معناها بالمنطق هذا واللائي لم يحضن حتى العمرها 6 شهور وعمرها عام وعامين، وما قراش ما قاله كثير من العلماء من أن المقصود باللائي لم يحضن في الآية هذه اللي تتحدث على العدة هو بعض الحالات اللي الحيض فيها المرأة ما يكونش، يعني فما حالات هذه يعرفوها حتى الأطباء اللي ما البويضة ما تنزلش في بعض الأحوال، فهذاك المقصود اللائي لم يحضن يعني في الفترة هذيك اللي باش يتم فيها احتساب العدة. فمن المؤسف أنه انطلاقا من قراءات من هذا النوع نصل إلى إجرام. مش تقول
تقول لي هنا ما تم بحريه التعبير وبحريه القراءه وحريه الاجتهاد. والله ما كنتش باش نقولها، ما كيفاش هاني قلتها انا. حريه التعبير وحريه القراءه وحريه الاجتهاد عندها افق واحد، وذا المشكله اللي زاد حاجه بسيطه ما حبيناش نفهموها في تونس. الافق هذا هو القانون، يعني انت حر باش تقول اللي تحب، اما ماكش حر باش تقف في منبر وتقول اقتلوا فلان الفلاني وفلان كافر وكذا، لان الكلام هذايا يخالف بند من بنود القانون. سي البحر جلاسي من حقه باش يقول اللي يحب، لكن مش من حقه باش يقول زواج القاصرات، لان هذا الكلام يخالف المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ويخالف القوانين المعمول بها. فهذا الأفق، وهذا علاش احنا نكتبوا في دستور المعمول به هو المجال الأقصى لحرية التعبير. يعني حرية التعبير عندها كمان حدود كما كل شيء في الدنيا. الصورة الأخيرة سمية الغنوشي، لو كانت عملا فنيا شنو يكون اسمه؟ أنا دائما أحترم النساء، ما نجمش ما تنجمش ولا ما نجمش نتعارك معها هي وباباها ورجلها بصراحة، خلي واحد نحيده. به رياض. سمية غنوش، والله العظيم التصريحات القليلة اللي أدلت بها كانت حسب رأيي ما عاونتش باش توحد الشعب التونسي، وساهمت في تقسيم شعبنا. باش نعطي عندي فكرة في راسي على فيلم، كما قال صغير هي امرأة ومانيش باش نقول اسم الفيلم، أما خاطر ما نحبش نكون واطي وندل. ماذا مين؟ والله هما قاعدين يحكيوا وانا نخمم في اسم عمل فني، فهمتني ولا؟ خممت جاو اللي الكل جاو، معناها اللي جاو ما حب من نفضل كوني ما نقولهمش، مش معناها نخاف معناها ما نجرحوش عبد معناها، او سورتو با معناها سورتو انا ما نعرفوش معناها. كلاي وده سبب مكتوب تجيك مكتوب. اعطيني الاسم. مسرحية ألفها أنا اسمها علاش تكرهنا. علاش تكرهنا. سمية الغنوشي قالت في واحد من اللي بوست على الفيسبوك: ألفة يوسف نموذج لصنف من النخبة، ولا أقصد كل النخبة، المريضة بنرجسيتها وتورمها الذاتي، والتي نكبت بها تونس وابتليت شر البلاء. كانت إلى وقت قريب تسامر وتحاضر في مجلس رعاية الثقافة والإبداع الماجدة ليلى بن علي، تفتح في وجهها كل المنابر الإعلامية والثقافية على مصراعيها، وتنصب كرها على رأس مكتبتنا الوطنية قبل أن تجتاحها صرخات ديجاج بعد أن اجتثت ولية نعمتها من قصر قرطاج إلى آخره. ما جاوبتش على البوست هذايا، من عوايدك انك تجاوب، ثم حوار بينك وبينها على الفيسبوك، البوست هذايا بالذات ما جاوبتش عليه، علاش؟ مش البوست هذا، هو هي كتبت كم انتم كل عام وانتم بائسون يائسون. انا جاوبت بسرعه، فهي عاودت كتبت هذا. اولا ما حبيتش ندخل معها في سجال لانه لا يؤدي الى شيء. ثانيا علاش قلت انا علاش تكرهنا، وقلت هكا فيها شويه سخريه، لانه المراه هذه ما نحبش نتكلم بالمنطق نتاعهم هما، اما احيانا مساج خاطب القوم بما يفهمون. ايتها المراه المتحجبه التي تدعي الالتزام بدينها، الا تستحين من ان تكذبي؟ الا تستحين من ان تقذفي؟ الا تستحين من ان تثلبي؟ تقرا 3-4 صفحات كذب نتاع النهضه في الفيسبوك على علاقه وهميه بيني وبين ليلى بن علي اللي ريتها مره واحده في حياتي وقت اللي عملت محاضره في قصر قرطاج، نعتز بها لليوم المحاضره هذيك، وكان يلزم نعاودها على خاطر الكلام اللي فيها كل مقتنع به على المراه بين الديمقراطيه وقيم الجمهوريه. المراه هذه ريتها مره واحده، وليت في صفحات الفيسبوك صاحبتها ونسامر فيها ونكتب لها في خطبها الى اخره. الناس اللي يعرفوني اللي قرب مني يعرفوني ما نخافش. لو كان كنت صحاب انا وليلى بن علي راني اليوم صحاب واليوم نضرب عليها بالبونيه. انا ما نخليش صحابي،
لكن المراه هذه ما نعرفهاش. فانت يا بنت الشيخ يلي جاي تعلم فينا في الاسلام، احنا التوانسه اللي ما هربناش من بلادنا وقعدنا فيها ونقعدوا فيها لو كان نموتوا فيها، تجي تكذب عليا في حكايه كيف هكا، وتزيد تكذب وتقول اللي انا خرجت من المكتبه الوطنيه بديجاج في حين اصحابي في المكتبه الوطنيه والتاريخ يعرفوا، تجموا تكلموا الناس كل هذه جديده الحكايه ما عندهاش حتى عميل، اللي انا خرجت من المكتبه الوطنيه استقلت لا ديجاج، وبالعكس علاقاتي طيبه مع الناس اللي فيها الكل. بارك الله فيك اللي قلت عليه نخبه، انا ما قلتش لا نخبه، لا ادعي شيئا، انا مواطنه في البلاد هذه، فقط اتالم كيف الناس اللي من المفروض ان يمثلوا السلطه الروحانيه في البلاد يكون مستوى الاخلاق نتاعهم اقل مما يمكن ان تصفه اللغه. هذاك علاش ما جاوبتش، على خاطر زايد باش تدخل في مهاترات مع شخص لا يتوفر فيه ادنى ما يمكن من اخلاق التعامل البشري، فضلا عن ان يكون مدعيا انه ينتمي لتيار ديني. ألفة يوسف عند الكتاب تعتمد الجرأة للإثارة ولإثارة الانتباه وتسويق كتبها، المواضيع اللي تعتمدها معناتها خاصة فيها الحجاب، المثلية الجنسية، تعدد الزوجات. علاش وقفت عند هذا برك نزار؟ أنا تكلمت زادة في زواج المسلمة بالكتاب، في الإعدام ما نصورش كان الإعدام يسوق برشا، في السرقة وغيرها، هذا أولا. ثانيا كتبت برشا حاجات، وما عندي حتى مشكل، مش ذنبي انه الناس تهتم بما هو تابو، سي نورمال تهتم بالتابو. كي تتكلم على الجنس في بلاد الجنس فيها تابو الحديث عليه، من الطبيعي انه يلقى صدى، لكن هذا ما يقلقنيش. انا ما يقلقنيش انه الناس تتصور اني نكتب في مواضيع فيها اثاره، اكتب في مواضيع هذه وخذ الصدى اللي خذته ألفة يوسف، ما عندي حتى مشكل. هتجيب 50 واحد يكتبوا في الجنس وشوف الناس كل زعما باش تلقى نفس الصدى، ما نظنش. وانا على كل حال ثم زاد تابو اخر زلنا نتجاوزوه. المشكله هذه في تونس، شبيك تكتب في كذا، شبيك عملت مسرحيه على كذا، شبيك عملت شعر على كذا، شبيك تكلمت في كل شيء قابل ان نحكيو فيه. توك يعملوا فيلم في فرنسا ولا في امريكا ولا على التوحد، لوتيزم، كي عملوا راين مان، فيلم المعروف على اللوتيزم في داستين اوفمان وتوم كروز. حتى حد ما قال يا لوتيزم هي مساله تهم عدد قليل من البشر، ما لقينا باش نتلهاو. انا اهتم بما يعن لي، اللي يعيني انا باش نكتب فيه نكتب فيه، لا سيما كي نلقى فيه تواصل مع العباد، اللي عجبه يشري واللي ما عجبوش ما يشريش. وبعد هذا ودونه الجنس ماهوش تابو في حضارتنا العربيه الاسلاميه ولا تابو حديثا. الرسول صلى الله عليه وسلم من اجمل الاحاديث اللي عنده في قراءتي الخاصه، يعني في رايي الخاص، وقت اللي يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو ما أحلاك الجملة الواحدة يا صغير اللي فيها في نفس الوقت الطيب والنساء بالنسبة لي هو كرجل، يعني متاع الحياة الحسية، وفيها في الآن نفس الصلاة، يعني الروحاني والحسي راهم ماهمش بعاد على بعضهم في الإسلام، بالعكس. ولهذا يزينا من المزايدات ومن المهاترات، كل واحد يعمل السينما اللي يحب والمسرح اللي يحب والكتب اللي يحب وفي نهاية الأمر احنا 6 مليار دوات بشر، وفي تونس احنا 12 مليون، كل واحد يلقى الجمهور نتاعو فقط. بعد الله اعلم سلسله من الكتب اللي حكيت فيها على مواضيع مختلفه، شنو جديد الكل؟ ان شاء الله ثم حاجه في الثنيه، ما نحبش واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، انا سوبرستيسيوس شويه، ما نحبش نحكي برشا على الاشياء اللي ما زالت في الطريق. ان شاء الله ثم حاجه في الثنيه، وان شاء الله الناس اللي تلقى في اللي تكتبوا ألفة يوسف حاجه تحركها باش تسبها والا باش تشكرها، تلقى فيها زاده ما يدفعهم الى السبان والى الشكر كالعاده. ونختموا بالسياسه رسميا، على ما يبدو انت بنت نداء تونس، علاش اخترت نداء تونس؟ انا اللي عمري ما انتميت لحزب في حياتي، وطول عمري كنت نحب نكون مستقله، باش نجم نقول نحب، خاطر انا لساني طويل ونحب نقول نحب. انتميت لنداء تونس لاني اعتقد انه اليوم في تونس والخطر المحدق بنا والوضع على ما هو عليه من تبشير بانهيار مؤسسات الدولة، بدخولنا في نفق مظلم أو الاغتيالات السياسية أبرز وجه من وجوهه، لابد لنا من أن ننتمي. انتميت إلى نداء تونس، وأعتقد أن نداء تونس هو واحد من الأحزاب في إطار المسار الديمقراطي مع الجمهوري ومع المسار، ولما لا إن شاء الله مع الجبهة الشعبية اللي بتوحدنا معا بإيمانه بالدولة المدنية، بإيمانه بالحضارة التونسية بتنوعها ب3000 سنة الماضية فيها، برفضه هذا المد الوهابي القطر الذي يريد أن يفرض علينا، باعتقاده أن تونس جميع التونسيين بما فيهم السلفيين الذين لا يمارسون العنف، بما فيهم الإسلاميين الذين يحترمون القانون، أعتقد
أن هذه الجبهة، هذا الاتحاد من أجل تونس اللي إن شاء الله يضم جميع الديمقراطيين، وإن شاء الله دم شكري بالعيد يكون الشرارة التي تؤدي إلى تحقق هذا الحلم. اعتقدت أنه يمكن أن أفيد، ولا شك أن إفادتي ستكون ضئيلة بالمقارنة مع إفادة الجماهير وإفادة الشباب، خصوصا لأن احنا كبرنا وأنا الأوان بس الشباب ياخذوا علينا المشعل. أعطيتني أحسن طريقة باش نتعدى للضيوف المولين. شكرا ليك الأديبة والمفكرة ألفة يوسف، تحية كبيرة ليك، ونستقبل الشباب.